البراكيبودا هي مجموعة من اللافقاريات البحرية المعروفة باسم لامب شيلز. تتمتع هذه الكائنات بتاريخ تطوري طويل بيرجع ظهورها الأول في سجل الحفريات إلى Early Cambrian Period من أكثر من 500 مليون سنة. وعلى الرغم من أنها كانت أكثر وفرة وتنوعا في المحيطات القديمة، ولكن براكيوبودز نادرة نسبيا اليوم. يبلغ عدد الأنواع الحية منها حوالي 300 نوع. تحتوي براكيبودا على صدفتين شيلز فالفز مصنوعتين من كربونات الكالسيوم. غالبا ما تكون الشيلز متماثلة على طول خط الوسط midline، لكنها غير متماثلة الشكل، حيث يكون أحد الشيلز أكبر أو مختلف الشكل عن الآخر. ترتبط العديد من البراكيوبودز بواسطة ساق لحمية تعرف باسم بيديكل، والتي تمتد عبر فتحة في أحد الفالفز عادة ventral valve، وتساعد بيديكل في تثبيت الكائن الحي في قاع البحر. يعتبر لوفوفور من أكثر السمات المميزة للبراكيوبودز، وهي عبارة عن بنية تغذية متخصصة. لوفوفور عبارة عن عضو يحمل مجسات ويحيط بالفم، ويستخدم لتصفية جزيئات الطعام من الماء مثل العوالق بلانكتون. كما يستخدم لوفوفور في التنفس. تتكاثر براكيوبودز جنسيا، وتعيش براكيوبودز في البحر فقط، وتتجنب معظم الأنواع الأماكن ذات التيارات أو الأمواج القوية. Classification of Highland Brachiopoda is divided into two main classes: Western Articulata عندها مفصلات غير مسننة and tooth hinges، ونظاما أكثر تعقيدا في العضلات. الأصداف تفتقر إلى hinge mechanism، ودي المنطقة اللي بيتصل فيها valves ببعضهما البعض، حيث تسمح للفالفز بالفتح والإغلاق بطريقة محكومة، حيث يتم تثبيت فالفز معا بواسطة العضلات فقط. تتكون أصدافها من فوسفات الكالسيوم والمواد العضوية مثال لينجولا، أحد أكثر الأجناس الحية شهرة والذي ظل ثابتا نسبيا لملايين السنين. Plus articulata مفصلات مسننة tooth hinges وعضلات فتح وإغلاق بسيطة. تتكون أصدافها من كربونات الكالسيوم مثال براتيولينا مودرن براكيوبود. لو عايزين تعرفوا أكتر عن باقي الفايلمز ما تنسوش تتابعونا في الفيديوهات اللي جاية.